السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا في كل مكان، طلاب تالتة اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وافضل حال يا رب. واهلا وسهلا بك يا بطل في بداية الدرس الثاني، والدرس الثاني برضه هنشرحه ان شاء الله على حصة واحدة زي الدرس الاولاني. الدرس الاولاني لو انت ما شفتوش روح شوف الاول، كان بيكلمني عن 3 خصائص للتيار الكهربي، هو شدة التيار وفرق الجهد وحاجة اسمها المقاومة الكهربية. قال لك الدرس الثاني ده بقى بيكلمني عن انواع التيار الكهربي وازاي يوصل الاعمدة الكهربية اما على التوالي اما على التوازي. فهو درس صغير وسهل وبسيط، فركز كده معايا فيه. قال لك تعالى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك احنا عندنا دلوقتي هو التيار الكهربي ده بيجي لي ازاي اصلا يا مستر؟ احنا اتفقنا ان التيار الكهربي ده عباره عن الكترونات ماشيه داخل السلك، صح ولا لا؟ قال لك طب ماشي، مين بقى اللي بيديني الكهرباء دي؟ مين اللي بيولد لي الكهرباء دي؟ قال لك لو انت جيت تبص كده هتلاقي عندك مصدرين للتيار الكهربي. هتلاقي عندك كم مصدر؟ مصدرين للتيار الكهربي، حاجتين يدوا لك كهرباء. قال لك رقم واحد حاجه اسمها خلايا كهروكيميائيه. الخلايا الكهروكيميائيه واحده واحده على يا مستر، ايه هي الخلايا الكهروكيميائيه دي؟ عارف البطاريات لو مثلا حجاره الريموت او ده؟ قال لك الحاجات دي كلها بتديني كهرباء، صح؟ قال لك بتديني كهرباء ازاي؟ قال لك جواها مواد كيميائيه، جوه البطاريه دي مواد كيميائيه. المواد الكيميائيه دي بتتحول لمواد كهربيه او كهرباء يعني الى طاقه كهربيه، فسموهم مواد كهرو يعني كهرباء، كيميائيه جايه من الكيمياء، فاسمها خلايا كهروكيميائيه. وهي خلايا تحول الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربيه، وهي خلايا تحول الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربيه. عرفت ليه سموها خلايا كهروكيميائيه؟ فخلايا كهروكيميائيه دي بتحول لي الطاقه من كيميائيه داخل البطاريه الى طاقه كهربيه، الى طاقه كهربيه. ده اول حاجه ممكن تديني كهرباء، دي اول حاجه ممكن تديني كهرباء. رقم 2 قال لك حاجه اسمها المولدات الكهربيه. ما هو المولد الكهربي؟ حاجه زي الدينامو مثلا. قال لك لو انت جيت على العجله ولقيت مثلا في معظم العجلات في حاجه اسمها دينامو، الدينامو ده بيبقى لابس في الكاوتش من ورا، طول ما انت بتلف العجله وبتمشي الدينامو ده عمال يلف، فانت عملت طاقه حركه، عملت طاقه حركه. الدينامو ده بيحول طاقه الحركه بقى الى طاقه كهربيه، بيحول طاقه الحركه الى طاقه كهربيه. مش هو اداني كهرباء وخلى العجله تنور، صح ولا لا؟ فقال لك ده كده اسمه المولدات الكهربيه، اسمها المولدات الكهربيه. والمولدات الكهربيه دي موجوده في ايه؟ في كذا حاجه. قال لك موجوده في العربيه وموجوده عندنا، يعني تعالى مثلا على المولد الكهربي اللي هو من المفروض مثلا موجود في محطات توليد الطاقه اللي تديني كهرباء اصلا. فقال لك احنا عندنا المولدات الكهربائيه دي بتحول لي الطاقه الحركيه، اخلي الحاجه تتحرك فتحول لي لكهرباء، تتحول لي لكهرباء. فاحنا عندنا مصادر التيار الكهربي 2، اما خلايا كهروكيميائيه دي بتحول لي الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربيه، دي تعرفها. قال لك طب المولدات الكهربيه دي بتحول لي الطاقه الحركيه الى طاقه كهربيه. قال لك بقى احنا عندنا حاجه مهمه جدا. قال لك الخلايا الكهروكيميائيه دي بتديني تيار معين، ودي بتديني نوع من التيار معين. قال لك الخلايا الكهروكيميائيه تديني تيار مستمر، تديني تيار مستمر. مستر يعني ايه تيار مستمر؟ انا عارف شده التيار وعارف التيار الكهربي اللي ماشي داخل السلك. ما معنى كلمه تيار مستمر؟ هعرفه لك انا دلوقتي واعرفك هو عامل ازاي. قال لك رقم 2 المولدات الكهربيه تديني حاجه اسمها تيار متردد، تديني حاجه اسمها تيار متردد. مستر ايه الفرق ما بين المتردد والمستمر؟ ايه الفرق ما بين الاثنين دولت؟ هنا اعرفك الفرق بين الاثنين دولت، وساعتها يكون النص الاول من الدرس الثاني خلص. فتعالى كده ركز معايا. قال لك احنا بالمنظر ده احنا كده عندنا نوعين من التيار الكهربي، نوعين من التيار الكهربي جايين من مصدرين مختلفين، صح ولا لا؟ فقال لك تعالى نشوف انواع التيار الكهربي. رقم 1 تعالى نتعرف على التيار الكهربي المستمر، وده انا بديله التعريف كده اللي هو ايه، عامل زي البطه البلدي اللي هو حاجه ما بتعرفش تعمل حاجه. تعالى التيار المتردد ده عامل زي الشبح، بص بيعرف يعمل اي حاجه. فتعالى كده انا كده رسمت لك الطريق. قال لك رقم 1 التيار الكهربي المستمر بيكون ثابت الشده، بيكون ثابت الشده. تعالى لي انت عندك في البيت هنا، هل كل الاجهزه الكهربائيه اللي عندك بتشتغل بشده واحده؟ لا طبعا، ده في بشدات مختلفه. فقال لك ده ثابت الشده، ده ثابت الشده، ماشي؟ يعني انت كده بالعربي كده ده ما بستخدموش في البيت بتاعنا. طب تعالى نكمل واحده واحده. قال لك التيار الكهربي المستمر ده بيكون ثابت الشده، ده رقم 1. رقم 2 لو انت جيت ترسم السلك كده هتلاقي ان التيار الكهربي جواه بيمشي في اتجاه واحد، بيمشي في اتجاه واحد. التيار الكهربي جواه بيمشي في اتجاه واحد. هتقول لي يا مستر ايه المشكله؟ ما هو عادي ان هو يمشي في اتجاه واحد. اقول لك لا، انت عندك هنا في البيت التيار الكهربي بيمشي في اتجاهين متضادين. ازاي يا مستر؟ تعالى كده على الفيشه اللي هو مثلا اللي هو المفروض البريزه اللي بتبقى ايه، اللي هو بتبقى فتحتين دي. تعالى كده الفتحتين دي في كهرباء داخله، كهرباء طالعه عمال
رايحه جايه رايحه جايه، فرايحه في اتجاهين ولا لا؟ رايحه في اتجاهين. قال لك طب ده لا، ده بيمشي في اتجاه واحد بس، ده بيمشي في اتجاه واحد بس. قال لك مصدره مين؟ مصدره الخلايا الكهروكيميائيه، مصدره الخلايا الكهروكيميائيه. قال لك ده انا بعرف انقله لمسافات قصيره بس، ما اعرفش انقله لمسافات طويله. تعالى كده هنا مثلا للبيت، انا الكهرباء اللي داخله على البيت عندي دي، ده انت في كهرباء متوصله بالعماره، ومن العماره رايحه للشارع، ومن الشارع رايحه على محطات توليد الطاقه. شايف مسافه قد ايه؟ مسافه طويله جدا. قال لك التيار الكهربي المستمر لا يمكن نقله الى مسافات طويله، يمكن نقله الى مسافات صغيره بس، مسافات صغيره بس. قال لك رقم ايه اللي بعديها؟ سيبك من الارقام اللي بعديها. المهم قال لك لا يمكن تحويله الى تيار متردد. يعني ايه؟ قال لك التيار الكهربي المستمر ده لو انا بستخدمه ما ينفعش اخليه متردد، هو مستمر بس. ركز معايا، انا بعد ما اقول لك ده هتحس ان الدنيا مظبوطه معاك. انا عارف ان انت ممكن تكون تايه مني دلوقتي، لا بعد ما اقول لك ده هتحس ان الدنيا مظبوطه معاك، عشان هو بيطلب منك مثلا مقارنه بين الاثنين، واقول لك السؤال بيجي ازاي. انا المهم عندي لغايه دلوقتي ان احنا عندنا حاجه اسمها خلايا كهروكيميائيه، دي بتديني تيار كهربي مستمر، تديني تيار كهربي مستمر. التيار الكهربي المستمر بيكون ثابت الشده، بيكون ثابت الشده ما بيتغيرش. رقم 2 بيمشي في اتجاه واحد، بيمشي في اتجاه واحد. مصدره الخلايا الكهروكيميائيه، مصدره الخلايا الكهروكيميائيه. يمكن نقله لمسافات قصيره فقط، ما ينفعش يمشي في مسافات طويله، يمكن نقله لمسافات قصيره فقط. وقال لك بعد كده لا يمكن تحويله الى متردد، لا يمكن تحويله الى متردد. هتقول لي يا مستر بس انا يعني ايه، انا ده دلوقتي بتحس ان هو كله عيوب، ايه الميزه اللي فيه يعني؟ قال لك احنا كل حاجه ليها، يعني كل حاجه موجوده بنستخدمها في حاجه. قال لك ده بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه في حاجه اسمها عمليات الطلاء الكهربي. عمليات الطلاء الكهربي. ما هي عمليه الطلاء الكهربي؟ قال لك بنجيب كاس كده، ماشي. لو انا عندي معلقه هنا مثلا، المعلقه دي انا عايز ادهنها فضه، عايز ادهنها فضه، وعندي هنا قطعه فضه، وعندي هنا قطعه فضه. اعمل ايه؟ قال لك بتجيب البطاريه بتاعتك، والبطاريه دي بتوصل السلكين، بتوصل سلك هنا وتوصل سلك هنا وتوصل يا عم الحاج. قال لك مره واحده بتلاقي ان قطع الفضه دي بتنزل جزيئات وتروح تلزق على المعلقه، وتروح تلزق على المعلقه. انا كده دهنت المعلقه دي بالفضه، بقت مطليه من بره فضه، ماشي. قال لك طب ما انا امسكها وادهنها بالفرشه. قال لك لا، دي كده انت هتبقى مدهونه، هتحس ان المعلقه اصلا ذات نفسها فضه. تعالى، عارف مثلا الاوكر، اللي هو اوكر الباب، الاوكره بتاعت الباب، في اوكر كده يقول لك دي مطليه ذهب. انت عارف دي مطليه ازاي؟ مطليه بعمليات الطلاء الكهربي. يجيبوا قطعه ذهب ويكهربوها بالعربي، قطعه الذهب دي هتنزل جزيئات، الجزيئات دي هتروح تلزق على الاوكره مثلا زي المعلقه كده. فقال لك كده احنا التيار الكهربي المستمر ليه فايده برضه، بنستخدمه في عمليات الطلاء الكهربي، بنستخدمه في عمليات الطلاء الكهربي. فقال لك طب ماشي، انا التيار الكهربي المستمر ده لو انا حبيت احط له رسمه كده، مش انا بقول لك هو ثابت الشده؟ فقال لك بمرور الزمن بص كده ثابت بس ما بيتغيرش، ثابت على المبدا ثابت. فقال لك هو ما بيتغيرش. قال لك طب التيار الكهربي المستمر بنديله رمز كده صغير اسمه دي سي، اسمه دي سي. فانا كده عندي لغايه دلوقتي التيار الكهربي المستمر رقم 1 ثابت الشده، بيمشي في اتجاه واحد، بيمشي في اتجاه واحد. مصدره الخلايا الكهروكيميائيه، بنقله لمسافات قصيره بس، بنزله لمسافات قصيره بس. لا يمكن تحويله الى متردد يستخدم في الطلاء الكهربي. بسميه كده عامل زي البطه البلدي. عامل ايه يعني؟ مش ده اللي انا بحبه. قال لك طب تعالى، قال لك هنا التيار الكهربي المتردد ده الشبح بتاعنا بقى. بص بيعرف يعمل كل حاجه. رقم 1 متغير الشده. يا باشا عايز شده تيار كبيره هديك، عايز شده تيار صغيره هديك. بص متغير الشده، متغير الشده. رقم 2 يسير في اتجاهين متضادين، يسير في اتجاهين متضادين. قال لك ازاي؟ لو انا عندي السلك كده هتلاقيه بص رايح وجاي، رايح وجاي، بيسير في اتجاهين متضادين، يسير في اتجاهين متضادين، مش بيمشي في اتجاه واحد بس. بص كده، بص كده المميزات اللي هنا. قال لك رقم 3 قال لك مصدر المولدات الكهربيه زي الدينامو، مصدر المولدات الكهربيه زي الدينامو. قال لك رقم 4 يمكن ان يعني ان انا امشيه في المسافات قصيره والمسافات كبيره، مسافات قصيره ومسافات كبيره، شغال الاثنين مش زي ده، ده انا ممكن انقل كل المسافات عادي سواء صغير او سواء كبير. رقم 5 بص بقى المفاجاه دي، انا ده اعرف احوله لده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني انا لو معايا تيار كهربي متردد اكني معايا تيار كهربي مستمر. عشان ده يمكن تحويله الى تيار كهربي مستمر، يمكن تحويله الى تيار كهربي مستمر. اسالك انت سؤال، بعد ما انت شفت المميزات دي كلها، يفضل استخدام ده ولا ده؟ يفضل استخدام ده طبعا. قال لك ده يمكن تحويله الى تيار كهربي مستمر، فياخد كل المميزات دي عادي جدا يعني. فقال لك رقم 1 هو متغير الشده، بيمشي في اتجاهين متضادين، مصدره المولدات الكهربيه، يمكن نقله الى مسافات طويله. قال لك يمكن تحويله الى تيار كهربي مستمر، ويمكن تحويله الى تيار كهربي مستمر. بنستخدمه في ايه؟ تعال على البيوت اللي انت قاعد فيها دي. قال لك بنستخدمه في اناره اللي هي الشوارع والمنازل، وكمان تشغيل الاجهزه الكهربائيه، وكمان تشغيل الاجهزه الكهربائيه. حبيت اعمل له رسمه،
قال لك بمرور الزمن شده التيار عماله تتغير، شويه عالي شويه واطي، شويه عالي شويه واطي، طالعه نازله، عامله زي اللي هي رسومات القلب كده ماشي. فقال لك هي متغيره الشده، التيار الكهربي المتردد متغير الشده، متغير الشده. فانا كده لغايه دلوقتي انا عندي حاجتين اهم من بعض. رقم واحد التيار الكهربي المستمر هو بيكون ثابت الشده، التيار الكهربي المتردد متغير الشده، متغير الشده. ده بيمشي في اتجاه واحد، ده بيمشي في اتجاهين متضادين، ده مصدره الخلايا الكهروكيميائيه، ده مصدره المولدات الكهربيه. قال لك ده ايه بعرف امشيه ازاي؟ لمسافات قصيره بس، ده مسافات طويله ومسافات قصيره. قال لك ده بعمل فيه ايه كمان؟ قال لك ان انا لا يمكن تحويله الى متردد، ده يمكن تحويله الى متردد، ده بستخدمه في عمليات الطلاء الكهربي، وده بستخدمه في اناره المنازل. اذكر كم كلمه ده احنا قلناها، احنا قلنا ده كتير دلوقتي هنا. فقال لك دلوقتي احنا عندنا حاجتين، التيار الكهربي المستمر وهو دي سي، وقال لك التيار الكهربي المتردد واختصاره اي سي، واختصاره ايه؟ سي. فلحد دلوقتي هنا في مشكله؟ من المفروض لا. تعالى كده ارجع لك الحته دي تاني. قال لك احنا عندنا مصادر التيار الكهربي اما خلايا كهروكيميائيه اما خلايا اما مولدات كهرويه. الخلايا الكهروكيميائيه ينتج عنها تيار مستمر، المولدات الكهربيه تديني تيار متردد. قال لك التيار الكهربي المستمر ده اول نوع عندي من انواع التيار الكهربي، ثابت الشده، يمشي في اتجاه واحد، مصدره الخلايا الكهروكيميائيه، يمكن نقله لمسافات قصيره بس لا يمكن تحويله الى متردد، لا يمكن تحويله الى متردد، يستخدم في عمليات الطلاء الكهربي. قال لك رقم 2 التيار الكهربي المتردد وهو اي سي. قال لك رقم 1 متغير الشده، رقم 1 متغير الشده، بيمشي في اتجاهين متضادين، بيمشي في اتجاهين متضادين. قال لك مصدره المولدات الكهربيه، يمكن تحويله الى مستمر، يمكن تحويله الى مستمر، ويمكن نقله الى مسافات طويله، بستخدمه في اناره المنازل والشوارع وتشغيل الاجهزه الكهربائيه. رسمته عامله ازاي؟ طالع نازل، شويه كتير وشويه قليل، عادي، هو متغير الشده. علل، يفضل استخدام التيار الكهربي المتردد عن التيار الكهربي المستمر لانه يمكن نقله لمسافات طويله. وكمان انا عندي ميزه اصلا انت مش واخد بالك منها، ان ده يمكن تحويله ولا ده يمكن تحويل التيار الكهربي المتردد الى تيار كهربي مستمر. فانا لو معايا ده اكن معايا ده بالظبط. في حاجه صعبه لحد هنا؟ ده رسمته وده رسمته. دي اسئلته هنا بتيجي ازاي؟ يقول لك التيار الكهربي ثابت الشده، ده مين؟ التيار الكهربي المستمر. التيار الكهربي اللي بيمشي في اتجاه واحد، ده مين؟ التيار الكهربي المستمر. بص انا بلخص لك بطريقه مفيش حد هيلخص لك كده، ركز معايا. عندك هنا مثلا مين اللي يمكن نقله لمسافات طويله؟ هتقول له التيار الكهربي المتردد. فبص اي جمله من دول تجيبها لك اعرف ان انت هتقول متردد، اي جمله من دول تجيبها لك اعرف ان انت تقول تيار كهربي مستمر. وده سؤال علي اللي ممكن يجي لك على الاثنين. قال لك لحد هنا الدنيا تمام، لحد هنا ايه؟ الدنيا تمام. تعال نشوف طريقه توصيل الاعمده الكهربائيه. قال لك خدنا في الدرس الاول خدنا ايه؟ قال لك خدنا، في طلاب ما اعرفش بتتضايق من كلمه قال لك دي، قال لك دي يعني اللي هو المنهج بتاعك، يعني بس معلش استعمل للمدرسين. قال لك دلوقتي احنا عندنا الاعمده الكهربائيه بيكون فيها شق موجب وشق سالب، او ناحيه موجب وناحيه سالب يعني ماشي. ايه يا مستر برضو الافاده؟ قال لك لو انا رسمت لك ده كده اسمه عمود كهربي او عمود جاف ماشي، ايه المشكله؟ قال لك طب لو رسمت لك كده، قال لك انا كده برسم حاجه اسمها بطاريه، برسم حاجه اسمها بطاريه. قال لك البطاريه دي هي عباره عن عمود كهربي او عمودين كهربيين او اكثر، عباره عن عمودين كهربيين او اكثر، فدي كده اسمها بطاريه، دي كده اسمها بطاريه. وعلى فكره تعريفها مهم، عباره عن عمودين كهربيين او اكثر، دي كده تعريف البطاريه، دي كده تعريف البطاريه. مستر ايه الفايده يعني من اللي انت بترسمه ده؟ انا مش فاهم حاجه. عرفت بس ان ده اسمه عمود كهربي ماشي. عرفت دلوقتي ان احنا عندنا اكثر من عمود كهربي، دي اسمها بطاريه ماشي. نمسح الكلام ده. قال لك دلوقتي احنا هناخد بقى طريقه توصيل الاعمده الكهربائيه، اما على التوالي اما على التوازي. كنت من الحصه اللي فاتت مفهمك يعني ايه توالي ويعني ايه توازي من الاميتر والفولتميتر. قال لك تعالى افكرك تاني، التوصيل على التوالي يعني كل حاجه على نفس السلك، كل حاجه على نفس السلك، كل حاجه موجوده على نفس السلك بتاعي، كل حاجه موجوده على نفس السلك بتاعي، كلهم ماشي فيهم تيار كهربي واحد. طب تعالى، قال لك طريقه التوصيل على التوازي بقى، طريقه التوصيل على التوازي بلاقي كل واحده على سلك معين، كل حاجه على سلك معين، يعني لو هنا مصباح وهنا مصباح وهنا مصباح، دي كده طريقه توصيل على التوازي، دي كده طريقه توصيل على التوازي. ليه يا مستر؟ تعالى كده امشي كده، هم كلهم على مسار واحد؟ لا، ده دي مسار، دي 2 دي 3. طب هنا لو انا رسمت مصباح هنا ومصباح هنا ومصباح هنا، كلهم على نفس المسار، كلهم على نفس المسار، كلهم على نفس الخط، فدي كده توالي
وقال لك الثانيه دي كده توازي. ده كده تعريف التوالي والتوازي. انا عايزك بس تفهم يعني ايه كلمه توالي ويعني ايه كلمه توازي بره المنهج بقى بتاعك. ماشي. فقال لك دلوقتي احنا عندنا لو انا شفت الحاجه كلهم على مسار واحد، سواء بطاريات سواء مصابيح سواء اي حاجه، ده لنفسك انا بعلمك لنفسك. قال لك التوالي كل الاعمده بتاعتي او كل الحاجه بتاعتي بتكون على مسار واحد. طب التوازي قال لك كل واحده على مسار مختلف، كل واحده على مسار مختلف. فلما تيجي تشوف مثلا البطاريات كده مرصوصه جنب بعض كده، الاعمده الكهربائيه مرصوصه جنب بعض كده ومكونه بطاريه، دي طريقه توصيل على ايه؟ دي طريقه توصيل على التوالي. دي طريقه توصيل على التوالي. مستر ايه الافاده برضو؟ قال لك لما انت بتيجي توصل البطاريه بتاعتك، لو انت عايز تخلي البطاريه بتاعتك حجمها كبير او قوه الدفعه الكهربائيه بتاعتها كبيره، هتوصل على التوالي. ازاي مستر واشمعنى؟ قال لك تعالى لي، لو انا جبت دلوقتي عمود كهربي كده، قال لك جبت عمود كهربي، السكوت التام اللي حصل مره واحده، جبت عمود كهربي بنفس المنظر ده، هنا سالب وهنا موجب، هنا سالب وهنا موجب، هنا سالب وهنا موجب. لو انت ملاحظ انا موصل الشق الموجب بالشق السالب، الموجب بالسالب، الموجب بالسالب، لازم اوصلهم كده. في طريقه التوصيل على التوالي بوصل الاقطاب المختلفه مع بعض. ليه؟ لازم الموجب يتوصل بالسالب. وحطيت هنا مثلا مقاومه زي المنظر اللي قدامك ده. قال لك دلوقتي انا عايزك تحسب القوه الدافعه الكهربائيه للشكل الذي امامك، ومدي لك مثلا البطاريه دي ب 2 فولت، ومدي لك البطاريه دي مثلا ب 2 فولت، ودي مثلا ب 4 فولت، ودي مثلا ب 4 فولت. قال لك احسب القوه الدافعه الكهربائيه للبطاريه التي امامك. البطاريه دي عباره عن الاعمده الكهربائيه دولت كلهم مع بعض. البطاريه دي عباره عن الاعمده الكهربائيه اللي قدامك دولت كلهم مع بعض. معلش طفينا النور وعدنا تاني. قال لك طب ماشي، ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ انا عايز احسب القوه الدافعه الكهربائيه للبطاريه اللي هي اسمها قاف للبطاريه، اللي هي اسمها قاف للبطاريه. قال لك في طريقه التوصيل على التوالي، في طريقه التوصيل على التوالي لما تيجي تحسب القاف بتاعت البطاريه بتاعتك والقوه الدافعه الكهربائيه بتاعتك، قال لك بتجمع كل الاعمده الكهربائيه مع بعض، بتجمعهم مع بعض. قال لك اول واحد بكام؟ اول واحد ب2 زائد ثاني واحد بكام؟ ثاني واحد ب2 زائد اخر واحد بكام؟ ب4. 2 و2 4 و4 كمان يبقى 8. قال لك فالبطاريه بتاعتي دي كده ب 8 فولت. البطاريه بتاعتي دي كده ب 8 فولت. كان العمود الكهربي في منه و2 وفي منه ب4، فقال لك كلهم مع بعضيهم عملوا لي بطاريه واحده اسمها القوه الدافعه الكهربائيه للبطاريه بتاعتي كلها، طلعت في الاخر ب 8 فولت. طلعت في الاخر بكام؟ ب 8 فولت. ماشي. قال لك يا عم الحاج ما عنديش اعتراض. فلما يجي يجيب لك كل البطاريات على كل الاعمده الكهربائيه على نفس السلك، فدي كده طريقه توصيل على التوالي. دي كده طريقه توصيل على التوالي. بحسب قاف للبطاريه بتاعتي ازاي؟ بحسب القوه الدافعه الكهربائيه للبطاريه بتاعتي ازاي؟ بجمع القاف بتاعت العمود الاول، القوه الدافعه الكهربائيه للعمود الاول، وقاف للعمود الثاني، وقاف للعمود الثالث، ولو في رابع هحسب، ولو في خامس هحسب، اجمعهم كلهم مع بعض هيطلع لي قاف للبطاريه، يطلع لي قاف للبطاريه. اسالك سؤال، انا في الرسمه اللي قدامك دي كل ما ازود عدد الاعمده الكهربائيه القوه الدافعه الكهربائيه للبطاريه هتزيد ولا هتقل بالله عليك؟ مش انا لما ازود هجمعها تاني هجمع عليهم، صح ولا لا؟ فقاف للبطاريه طبعا هتزيد. فبزياده عدد الاعمده قاف ده الكاف اللي هي القوه الدافعه الكهربائيه، اللي هي القوه الدافعه الكهربائيه للبطاريه هتزيد. القوه الدافعه الكهربائيه للبطاريه هتزيد، فقاف ده الكاف فتتناسب نقط مع عدد الاعمده. في حاله التوصيل على التوالي لازم يقول لك ان في حاله التوصيل على التوالي قال لك بتتناسب طرديا، بتتناسب طرديا. يبقى لحد دلوقتي انا واخد طرق توصيل الاعمده الكهربائيه. رقم 1 على التوالي، رقم 1 على التوالي كل الاعمده على نفس السلك، كل الاعمده على نفس السلك، كل الاعمده على نفس السلك، يعني كل الاعمده في مسار واحد. قال لك بعمل ايه؟ انا بجمع الاعمده بتاعتي كلها، بجمع الاعمده بتاعتي كلها عشان اجيب قاف ده الكاف للبطاريه، عشان اجيب قاف ده الكاف للبطاريه. دي كده طريقه التوصيل على التوالي، والقانون بتاعها بيقول لك ان قاف للبطاريه بتساوي قاف 1 زائد قاف 2 زائد قاف 3 الى ما لا نهايه لو عندك بقى اعمده كتير. طب تعالى نشوف طريقه التوصيل على التوازي. قال لك طريقه التوصيل على التوازي بيجيب لك نفس المنظر ده. ازاي؟ قال لك بيوصل لك الاعمده الكهربائيه. تعالى كده بنرسم احنا لوحدينا. تعال. قال لك بيجيب لك اول واحد كده، ادي الشق مثلا السالب، استنى نصغره شويه عشان يبقى صغير، ادي الشق السالب وادي الشق الموجب ويكمل، وادي هنا الشق السالب وادي الشق الموجب ويكمل، سالب موجب. ماشي. بعد كده ينزل كده، ادي الشق السالب وادي الشق الموجب ويكمل. قال لك وايه اللي يحصل؟ تعالى بس كده، ده ينزل كده، ده ينزل كده، ونرسم لك هنا مثلا مقاومه عشان يبقى الدايره الكهربائيه بتاعتك ايه؟ مظبوطه. قال لك دلوقتي لو انا قلت لك ان دي ب2 ودي ب2 ودي ب2، دي ب2 فولت ودي ب2 فولت ودي ب2 فولت، ماشي. عايز احسب القوه الدافعه الكهربائيه بتاعتي.
هتقول لي يا مستر انا بس لاحظت حاجه، انت هنا لما جيت وصلت ازاي؟ وصلت الموجب مع السالب، الموجب مع السالب، الموجب مع السالب. لما انت هنا جيت وصلت خليت الموجب كله مع بعض والسالب كله مع بعض. هقول لك ليه، هقول لك لا، عشان لما اجي اشوف بقى البطاريه دي كامله هشوفها كلها اكن ده شق موجب كامل، ده كده كله اكنه متوصل مع بعضه اكنه ماشي، واكن ده كده شق سالب كامل. ففي التوصيل على التوازي انا بخلي الموجب مع بعضه والسالب مع بعضه، لو انت ملاحظ بخلي الموجب مع بعضه في ناحيه والسالب مع بعضه في ناحيه، عشان في الاخر اشوفها كلها اكنها بطاريه واحده موجب وسالب بس. على عكس هنا، انا على عكس هنا بوصل ايه؟ الموجب مع السالب، موجب مع سالب. فطريقه التوصيل على التوازي بوصل الاقطاب المتشابهه مع بعض. ماشي لحد هنا يا مستر انا فاهم. قال لك عايز القوه الدافعه الكهربائيه للبطاريه بتاعتي، اجيبها ازاي؟ هتقول لي يا مستر اجمع 2 زائد 2 زائد 2. اقول لك اكيد لا، اكيد مش بنفس الطريقه دي. قال لك دي كلها كل واحده على مسار مختلف صح؟ يعني طريقه توصيل على التوازي صح؟ قال لك ساعتها قاف للبطاريه، قاف للبطاريه اللي هي القوه الدافعه الكهربائيه للبطاريه بتاعتي، بجيبها ازاي؟ قال لك بتساوي ق للعمود الواحد، القوه الدافعه الكهربائيه للعمود الواحد. يعني ايه؟ مش انا عندي 3 اتنينات يا باشا، احنا هناخد 2 واحده بس، يبقى ق للبطاريه هنا بكام؟ ب2. هتقول لي ازاي يا مستر والباقي راح فين؟ اقول لك في طريقه التوصيل على التوازي انا باخد ق للبطاريه للعمود الواحد بس. ق البطاريه قال لك بتاخد ق للعمود الواحد بس، يعني لو حطيت لك 100 عمود وال100 عمود دولت ب 2 فولت، كل واحد ب 2 فولت، ق للبطاريه بكام؟ ب 2 فولت برضه. يعني مهما ازود عدد الاعمده هل قاف ده الكف بتتاثر؟ لا، ثابته زي ما هي، ثابته زي ما هي. فانا كده عندي دلوقتي قاف للبطاريه في حاله التوصيل على التوازي، في حاله التوصيل على التوازي قاف للبطاريه بتساوي قاف للعمود الواحد، بتساوي قاف للعمود الواحد. في حاجه صعبه؟ لا. يعني مهما زودت عدد اعمده قاف ده الكف بتتغير؟ لا برضه. يعني بينهم علاقه ثابته، يعني بينهم علاقه ثابته، بينهم علاقه ثابته. لو انت ملاحظ انا هنا كل ما ازود عدد اعمده كانت ايه؟ القوه الدافعه الكهربائيه بتزيد صح؟ يعني انا لو عايز اخد اكبر قوه دفعه كهربيه اخدها من مين؟ من طريقه التوصيل على التوالي. لو انا عايز اخد اقل قوه دفعه كهربيه اخدها من مين؟ اخدها من طريقه التوصيل على التوازي. ازاي يا مستر؟ انا بقول لك حطيت هنا واحد ب2 واحد ب2 واحد ب2، يعني بص انا عمال اكتر مهما اكتر، ولو زودت هنا كمان واحد يا عم اهو. بص استنى بس نظبطها. لو انا زودت كمان واحد هنا مثلا اهو برضه هتطلع ب2، يعني ده مثلا كان ب2 برضه هتقف للبطاريه تطلع ب2. فمهما ازود عدد اعمده قاف كده الكاف ثابته، قاف ده الكاف ثابته. فاقل قوه دفعه كهربيه، اقل قاف ده الكاف قال لك بناخدها من طريقه التوصيل على التوازي، من طريقه التوصيل على التوازي. وده منظر الرسمه بتاعتها. وقال لك كمان اللي هو الرسم البياني بتاعها، لو قال لك ايه العلاقه بين عدد الاعمده وقاف ده الكاف في حاله التوصيل على التوازي، هتقول له علاقه ثابته، هتقول له علاقه ثابته. فالمنظر اللي قدامي كده انا عندي طريقتين لتوصيل الاعمده الكهربيه، اما على التوالي اما على التوازي. على التوالي كلهم في مستوى واحد او كلهم في مسار واحد، على التوازي في مسارات مختلفه، كلهم في مسارات مختلفه، كل بطاريه على كل عمود كهربي يعني على مسار مختلف، على مسار مختلف. انا كده يعتبر خلصت الدرس بتاعي. انا انت بس كده تعالى كده بس افكرك، انا عندي طريقه توصيل على التوالي دي بتديني اكبر قاف ده الكاف كل الاعمده الكهربائيه على مستوى واحد او على مسار واحد. انا عندي دلوقتي التوازي، طريقه التوصيل على التوازي الاعمده الكهربائيه في مسارات مختلفه، وقاف البطاريه بتساوي قاف للعمود الواحد، بتساوي قاف للعمود الواحد. ارسم لك رسمه دلوقتي وتقول لي قاف ده الكاف بتاعتها بكام. تعالى كده نرسمها واحده واحده مع بعضينا. قال لك لو انا دلوقتي عندي مثلا ادي بطاريه، استنى بس عليا ننفخ كده عشان ايه ما نبوظش ايه الدنيا. لو انا عندي دلوقتي بطاريه موجب وسالب ماشي، وصلت لك هنا كمان يا عم بطاريه برضو اهو سالب وموجب ماشي. بعد كده جبت لك كده سالب موجب، جبت لك كده. تقول لي يا مستر انت بتلعب؟ هقول لك لا يا عم مش بلعب، تعالى بس ركز معايا وهتشوف. لو انت معاك كتاب الامتحانات تشوف كل الاسئله دي موجوده فيه. وصلت لك كده، كمل ده كده، كمل ده كده، وكمل ده كده. احط لك هنا مثلا مقاومه. احسب قاف ده الكاف للشكل الذي امامك. بس ثواني هحط لك بقى الارقام. قلت لك مثلا ان دي ب 4 فولت ماشي، ودي مثلا ب 4 فولت، ودي خليها مثلا ب2، ودي ب 2 فولت، دي ب 2 فولت، دي ب 2 فولت. احسب قاف ده الكاف للشكل الذي امامك او الشكل الذي امامك، يعني عشان نبقى اللغه العربيه صح. او اول ما اشوف المنظر ده انا اخلي التوازي لوحده والتوالي لوحده، اطلع التوازي مع بعضه واطلع التوالي مع بعضه. هتقول لي يا مستر تعالى كده نبدا، تعالى نبدا من على اليمين، خلينا من اهل اليمين يا عم. تعالى نبدا من على اليمين. قال لك لو انت بدات من على اليمين هتلاقي الثلاثه دولت مع بعض توازي ولا توالي؟
ده كل واحده في مسار مختلف، يبقى طريقه توصيل على التوازي. طريقه توصيل على التوازي بحسبها ازاي؟ اجمعهم يا مستر، بالله عليك ما تشيلنيش، هتجمعهم ازاي؟ لا مش هتجمعهم اكيد. اعمل ايه؟ باخد قاف للعمود الواحد، باخد قاف للعمود الواحد. فالثلاثه دول هيطلع منهم كام؟ هيطلع منهم 2 بس، يطلع منهم 2 بس. نكمل، انا كده الشكل ده كله بقى ب2. تعال نكمل. قال لك هنا هتلاقي 4 و4، هتلاقي 4 و4. الاربعه والاربعه دولت مش الاثنين على نفس السلك؟ الاثنين على نفس السلك يعني طريقه توصيل على التوالي، فاجمعهم مع بعض. مش انا التوالي بجمع؟ ماشي. 4 و4 كام؟ 8. انا عندي هنا 2 وعندي هنا 8. ده كده كان مع بعضه ب2 وده كده كان مع بعضه ب8. اجمع الاثنين مع بعض بقى. قال لك 2 و8 هتطلع كام؟ هتطلع 10 فولت. ليه في؟ هتطلع 10 فولت. في حاجه صعبه؟ لا. فانا كده بنفس المنظر ده، انا لما يجي لي توصيل توالي وتوازي مع بعض، بجيب التوالي لوحده واجيب التوازي لوحده واجمعهم، بجيب التوالي لوحده والتوازي لوحده واجمعهم. ده كده يعتبر نهايه الدرس الثاني. ابسط طريقه ان انا اشرح لك بيها الدرس الثاني زي ما انا شرحت لك النهارده. ذاكره كويس وان شاء الله درس سهل وبسيط. والدرس الثالث ان شاء الله برده هننزله لك على حصه واحده بعد الحصه دي. الدرس الثالث بقى هو ايه؟ ما فيهوش فهم، يعني ده النهارده كان ممكن في فهم والمره اللي فاتت كان في فهم شويه. الدرس الثالث كله رغي وحفظ بس ان شاء الله سهل، وبرده هنلخصه لك بطريقه حلوه. فتعالى كده نراجع لك سبورتنا كامله، وهي سبوره الدرس الثاني من الوحده الثانيه. التيار الكهربي والاعمده الكهربائيه. رقم 1 احنا عندنا مصادر التيار الكهربي، اما خلايا كهروكيميائيه اما مولدات كهربيه. الخلايا الكهروكيميائيه بتحول الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربيه ينتج عنها تيار مستمر. المولدات الكهربيه قال لك دي اجهزه بتحول الطاقه الحركيه الى طاقه كهربيه وينتج عنها تيار متردد. مين هو التيار المستمر ومين هو التيار المتردد؟ التيار المستمر اللي هو دي سي. رقم 1 ثابت الشده بيمشي في اتجاه واحد. قال لك كمان مصدره الخلايا الكهروكيميائيه يمكن نقله لمسافات قصيره بس، بنقله لمسافات قصيره بس، لا يمكن تحويله الى متردد، لا يمكن تحويله الى متردد. بستخدمه في عمليات التيار الكهربي زي مثلا معلقه ان انا عايز ادهنها فضه. قال لك شده التيار هنا ثابته، شده التيار ثابته بمرور الزمن. التيار الكهربي المتردد هو اي سي. رقم 1 متغير الشده بيمشي في اتجاهين متضادين، بيمشي في اتجاهين متضادين. مصدره المولدات الكهربائيه، مصدره المولدات الكهربائيه. قال لك يمكن نقله لمسافات قصيره ومسافات كبيره عادي. قال لك وكمان ايه؟ يمكن تحويله الى تيار مستمر، يمكن تحويله الى تيار مستمر. بستخدمه في اناره المنازل والشوارع. قال لك بعمل ايه كمان؟ انا عندي دلوقتي ده تيار متغير الشده، نازل طالع نازل طالع، تيار متغير الشده. انا ليه بفضل استخدم التيار المتردد عن التيار المستمر؟ رقم 1 ما ينفع انقله مسافات طويله، رقم 2 يمكن تحويله الى مستمر، رقم 2 يمكن تحويله الى مستمر. طرق توصيل الاعمده الكهربيه اما توالي اما توازي. قال لك التوالي جميعهم في مستوى واحد او في مسار واحد، جميعهم في مسار واحد. اكبر قوه دفعه كهربيه باخده من التوالي، اكبر قوه دفعه كهربيه باخدها من التوالي. يجي لك سؤال علل يستخدم التوصيل على التوالي ليه؟ للحصول على اكبر قوه دفعه كهربيه. قال لك قانونها بيساوي ايه؟ ان قفل البطاريه بتساوي مجموع الاعمده الكهربائيه، يعني ق 1 زائد ق 2 زائد ق 3. كل ما ازود عدد اعمده ق ده الكاف هتزيد، ق ده الكاف هتزيد، فبينهم علاقه طرديه. التوازي الاعمده في مسارات مختلفه، الاعمده في مسارات مختلفه. لما باجي احسب قفل البطاريه كلها باخد قاف للعمود الواحد، باخد قاف للعمود الواحد. حطيت 100 عمود هاخد قاف للعمود الواحد، فبزياده عدد الاعمده ق ده الكاف تظل ثابته. اقل قوه دفعه كهربائيه باخدها من مين؟ من التوازي. علل بنوصل على التوازي ليه؟ للحصول على اقل ق ده الكاف، للحصول على اقل قوه دفعه كهربائيه. كده اكون لخصت لك الدرس الثاني من الوحده الثانيه. وبكده نكون خلصنا حصه النهارده. ان شاء الله تكون حصه سهله وبسيطه ماشي، واجبها حتى هتلاقيه سهل، يعني سواء انت معاك كتاب الامتحان، كتاب الاضواء، كتاب اي مدرس انت بتشتغل بيه. المهم ان انت الدرس ده سهل فركز فيه وما تهملوش. يعني الدرس اللي جاي ان شاء الله عن النشاط الاشعاعي، وحاجه كويسه كده، حاجه مليانه رغي ودسمه شويه بس والله كويسه. اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.